السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. منذ قليل تم تداول خبر لحادث مأساوي وفاة 6 شبان داخل مسكنهم في أكتوبر، وليكم بعض التفاصيل حول الخبر. استيقظ أهالي منطقة هرم سيتي في أكتوبر على حادث مفجع، وهو وفاة 6 شباب تتراوح أعمارهم بين 19 عاما و29 عاما داخل مسكنهم بمنطقة هرم سيتي في ظروف غامضة. والبداية عندما انقطع الاتصال بالشباب ال6 ولم يجيبوا على هواتف أصدقائهم وذويهم لساعات متصلة، ما جعل القلق يدور داخل قلوبهم. إن مكروه أصاب الشباب ال6 المتوفون، فقرروا الانتقال إلى مسكنهم، وبالفعل اقتحموا باب الشقة فعثروا عليهم جثث هامدة لا حركة فيها. بينما عثر على 4 ملقون على سرائرهم، عثر أيضا على 2 آخرين حاولوا النجاة لكن دون جدوى. وتلقى رجال المباحث بلاغا بالواقعة ووفاة 6 أشخاص داخل شقتهم، وانتقلوا على الفور لمحل البلاغ. وبالفعل تبين صحة الواقعة، وعثروا على جثامين 6 أشخاص، بينما تلاحظ لهم رائحة الغاز التي تملأ أرجاء الشقة، فعلموا أن القاتل الخفي هو الغاز المسرب السبب في وفاة ال6 شباب. وبالفحص تبين حدوث تسريب غاز أسفر عن وفاة كل من طارق مصطفى أنور 23 سنة، وليد حمد حسين 29 سنة، محمد سعيد محمد 23 سنة، يوسف عبد الفتاح السيد 23 سنة، بدوي بوريك عبد العاطي 33 سنة، عبد الله حسن موسى 19 سنة. وجاري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى بعد مناظرة فريق من النيابة العامة لهم بمسرح الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. وبكده كنا قلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول مصرع 6 شباب داخل مسكنهم وهرم سيتي بأكتوبر بسبب تسريب الغاز. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.